في الصيف ده يا جماعه محتاجين حاجات ساقعه كتير قوي، وعشان كده النهارده جبت لكم عصير المانجا الكوري. متحمسه له عشان اول مره اسمع عنه واول مره اجربه. فيلا بينا. مكوناتي تافهه مش سهله، لا هي تافهه بجد. معايا هنا منجايه اي نوع انتوا عايزينه، ومعايا هنا كوبايه حليب، معلقه كبيره سكر بودر. اول حاجه هنعملها هنجيب المانجا دي عامله كده ليه وهنقوم مقطعينها، نقطعها كده مكعبات عشان انا شاكه فيكي. هنروح نسال ماما. المانجا طلعت سليمه، دلوقتي بقى افرغها. اهم حاجه القطع عشان احنا محتاجين القطع. قطعت المانجا خلاص، هنا هنشيل قطع مانجا سليمه لوحدهم خالص. الباقي بقى هنهرسه او نعصره في الخلاط اللي انتوا عايزينه. معلقه سكر بودره، وهبدا ان انا اهرسها كده مع بعض. خلاص عملتها، الصراحه عملتها في الخلاط حسيت انها تبقى احلى. هنجيب بقى الكوبايه، نحط اللي احنا عملناه في الخلاط، حط مكعبات تلج، حطوا على قد ما تقدروا متستخسروش، وهضيف عليهم المانجا القطع السليمه. الكوبايه التانيه كانت صغيره فغيرتها، وبالحليب، حليب بارد يا جماعه. واخر حاجه الشاليمو بتاعنا، وخلاص بقى جاهز. يلا ندوق، بسم الله. تحفه، خطير يا جماعه، ده خطير جدا. بس انتوا لو عايزين تزودوا سكر فعادي مش مشكله، ممكن تزودوا لبن سكر زي ما انتوا حابين. بالنسبه لي هو كان حلو خاصه ان انا من عشاق المانجا. جربوه هيعجبكم جدا ومش هتندموا عليه. اقيم هذا الشيء 10 من 10. شكرا، جربوه ومش هتندموا ابدا. وانا كده خلصت.